ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وصفتنا للنهارده هي الكيك الرخامي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وبجد بجد مكوناتها متوفره في كل بيت. هنعملها بطريقه جميله جدا هتعجبكم، وهنشوف شكلها وطعمها وطراوتها في الاخر عامله ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا خليني افكركم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو بتاعنا لو عجبكم. ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. عندي هنا انا مستخدمه النهارده العجان، هحط فيه 4 بيضات وعليهم 1.5 كوباية من السكر. هشغل عليهم بقى واضربهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم يكون كريمي ويكون لونه فاتح، مش مجرد ان هما يتخلطوا مع بعض وخلاص. انا محتاجه ان هو يدخل في البيض هوا واللون بتاعه يبقى فاتح. شايفين اللون عمال يفتحها معايا، عيني عليه طبعا، لحد ما بيبقى اللون بتاعه تقريبا سكري فاتح قوي. كده خلاص تقريبا انا وصلت للون اللي انا عايزاه. هوقف بقى العجان بتاعي، وبعد كده هنزل عليه 1 كوباية من الزيت و1 كوباية من الحليب. الكوباية اللي بعير بيها الزيت هي اللي بعير بيها اللبن، هي اللي بعير بيها السكر، هي اللي بعير بيها الدقيق. هشغل العجان بتاعي مرة تاني او المضرب بتاعي مرة كمان. انا استخدمت العجان النهارده سهولة بس عشان اسهل على نفسي ومفضلش ماسكة مضرب البيض في ايديا مش اكتر. خليتهم بس يختلطوا مع بعض، وبعد كده هنزل 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق بتاعي نخلاه كويس قوي قبل ما اشتغل بيه. هنزل عليهم كمان باكت من البيكنج باودر وباكت من الفانيليا. هشغل عليهم مرة تاني واخليهم يختلطوا مع بعض كويس جدا. لو هنعلي السرعة بنعليها واحدة واحدة عشان الدقيق بتاعنا ما ينتشرش في المكان. هما كده تقريبا خلاص اختلطوا مع بعض. هوقف بقى، وبعد كده هقسم الخليط بتاعي في بولتين. سبت جزء في البولة بتاعتي زي ما هي، وخدت النص حطيته في بولة تانية. نزلت على البولة اللي هي بتاعت العجان زي ما هي، نزلت 2 كبار من الكاكاو ومعلقتين من اللبن الحليب. هشغل عليهم مرة تاني بحيث يمتزج الكاكاو مع الخليط بتاعي. لازم اتاكد ان هم اختلطوا مع بعض كويس قوي، مفيش حاجه لسه موجوده متركنه تحت. طبعا بحرك بالاسباتولا لو لقيت جزء لسه فاتح. طبعا لقيت ان هو لسه فيه جزء لسه فاتح، فبحاول ان انا اقلبه شويه مع بعضه بالاسباتولا كده. هي كده خلاص اختلطت كويس قوي. هبدا بقى ان انا اجيب القالب اللي انا هخبز فيه، وطبعا مشغله الفرن قبل ما ابدا في الكيك خالص على درجه حراره 180. لو الفرن بتاعي ناره عاليه هشغلها على 160. طبعا كل واحده مننا عارفه الفرن بتاعها حرارته شديده ولا ضعيفه. بعد ما جبت الخليط بتاعي في البولتين، بالكبشه بقى هبدا ان انا احط الخليط بالتناوب ما بين الاتنين، مره من الشوكولاته ومره من الفانيليا. انا القالب بتاعي انا متاكده ان هو ما بيلزقش، عشان كده انا مش بدهنه خالص. طبعا لو بنستخدم اي نوع تاني هندهن زيت ونبطن بدقيق، او لو عايزين ندهن سمنه او زبده زي ما تحبوا. ويفضل لو احنا هندهن حاجه ندهن بالحاجه اللي احنا مستخدمينها في الكيك. يعني احنا انتوا مستخدمين سمن استخدموا سمن، زبده استخدموا زبده، مستخدمين زيت ادهنوا القالب بالزيت وبطنوا بالدقيق.
طبعا انا مش مطوله في ان انا بحطهم على حاجه، الجزء ده كان اطول من كده بكتير. طبعا انا مسرعه جدا. خلاص كده، خلاص اخر جزء في الكيك عندي او خليط الكيك. بس كده، بعد كده هاخد الكيك بتاعي هدخله الفرن. بالظبط بياخد 35 دقيقة ل 40 دقيقة. انا بفتحش عليه قبل ال 35 دقيقة، اتأكد. لو لسه محتاجة شوية بسيبها 5 دقايق كمان وخلاص. الكيك بتاعي طبعا بعد ما طلع بسيبه يهدى شوية في القالب بتاعه، وبعد كده بجيب شبكة واقلبه عليها واسيبه بقى لما يبرد خالص. ده شكل الكيك بتاعي بعد ما قلبناه. طبعا هو غامق كده عشان احنا الطبقة اللي تحت كانت شوكولاتة. بس كده، ودي كانت وصفتنا للنهاردة. ده شكل الكيك بتاعنا بعد ما قطعته. التجزيع اللي فيه حلو قوي وشكله حلو جدا وطري من جوه وفلافي ويجنن. هستنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتنا وتكتبوا لنا رأيكم فيها في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد واقول لكم دلوقتي سلام.